النهاردة هعمل وجبة زنجر فراخ مقرمشة في البيت. حتى العيش هنعمله في البيت وهنشوف في الاخر هيطلع احلى من الجاهز ولا لا. هنبدأ بالعيش. اول حاجة هجيب كوباية من المية، عليها معلقة من السكر، عليها باكت من الخميرة، وهقلبها كده وهسيبها لغاية ما تتفاعل. بعد كده هجيب البولة اللي انا هعجن فيها، هحط 4 كوبايات من الدقيق، عليها رشة ملح، عليها بيضة، عليها كوباية من اللبن الدافي، وهبدأ كده اعجنهم شوية مع بعض. بعد كده هحط الخميرة وهبدأ ان انا اقلب واحط المية تدريجيا لغاية ما الاقي ان العجينة لمت معايا بالشكل ده. هسيبها حوالي 5 دقايق لغاية ما تتعجن، وهحط عليها مكعبين من الزبدة وبيجي زي الفل. هسيبها بقى هنا في بولة تاني تتخمر معايا، هسيبها حوالي ساعة الا ربع لغاية ما تتخمر معايا. بعد ما اتخمرت معايا هبدأ اديها كده هوا، وهقسم العجينة ل4 كور. ببدأ اقسمها بالشكل ده، وكل واحدة بعملها كورة واسيبها تتخمر تاني. بجيب بقى اول كورة وببدأ اقسمها ل3 او 4 كور صغيرين. انا قسمتها هنا ل3 كور وهسيبها ترتاح كمان. ببدأ افرد اول كورة صغيرة معايا، هفردها وما تخليش السمك ولا رفيع خالص ولا سميك، عشان هي لسه هتتخمر تاني. بقسمها كده بالطريقة دي، بجيبها زي ان انا بكون بطبقها. هفرد تاني واحدة، تاني كورة صغيرة، شايفين؟ بجيب النص الاول كده على النص التاني، بحطها على بعض من غير ما اقسمها خالص. هعمل كمان واحدة تاني، شايفين؟ بالطريقة دي. هعمل كل الكور، كل كورة كبيرة بقسمها ل3 كور صغيرين، وكل كورة صغيرة بفردها كده يكون السمك كده مقاس 1 سنتي، ادي بالشكل ده. وهسيبها تتخمر حوالي ربع ساعة تاني. بعد ما اتخمرت جبت طبق، حطيت فيه بيضة، حطيت فيه شوية من اللبن، وبدأت ان انا اقلبهم على طول هدهن بيه العيش بتاعي. بعد ما بدهنه بالطريقة دي بروح رش عليه السمسم، وهنا بزود السمسم. وطبعا بنكون مسخنين الفرن من قبلها حوالي بنص ساعة، وادخلها على الرف من تحت. اول ما الاقيها ابتدت تحمر او اللون يبقى ذهبي، بحطها من فوق عشان تحمر. هنا الفراخ او الزنجر بتاعي بكون مشرحاها شرايح طويلة، وببدأ احط مية ساقعة متلجة عليها التوابل دي، وهتلاقوني كاتباها لكم في اول كومنت مثبت. ببدأ اقلبهم كده واسيبها حوالي ليلة كاملة او 3 ساعات مثلا لغاية ما تشرب منها. انا اهيني عملتها، سبتها بالظبط حوالي 4 أو 5 ساعات. بصفي المية بتاعة التتبيلة، وبجيب كوباية من الدقيق، عليها نص كوباية من النشا، عليها نفس البهارات او التوابل اللي انا استخدمتها بحطها في الدقيق والنشا. ببدأ اعملها بالطريقة دي، بحطها، ودي اسهل طريقة ممكن تتعمل. بحطها في مية التتبيلة الفراخ، وبحطها في البولة بتاعت الدقيق. بعد كده بروح جفلاها بأي الغطا بتاع العلبة، وببدأ اعملها بالطريقة دي عشان تعمل معايا، بدل ما اعمل واحدة واحدة، وفي نفس الوقت ما تدعكش معايا الدنيا ولا اي حاجة. شايفين بقى؟ اللهم بارك. ياريت لو وصلت لهنا ياريت تصلي على الرسول في كومنت، عشان اي حد يشوف الكومنت بتاعك تكسبي ثواب وتكسبينا معاكي ثواب. وياريت تعملي لايك وتشتركي في القناة لو انت لسه ما اشتركتيش. ببدأ هخلص كل الكمية بالطريقة دي،
اني ببدأ احط الفراخ او الزنجر في المية بتاعت التتبيلة، واحطها في بولة تكون مكفولة، وببدأ ان انا ارجها الاقيها كلها بقيت حلوة، بدل ما اعمل واحدة واحدة او ادعك الدنيا بقى والدنيا تبوظ مني. بس كده هخلص كل الكمية بنفس الشكل. بصوا هنا لما اعمل واحدة واحدة براحتك خالص، بس فكرة العلبة تكون مقفولة وتعمليها ترجيها تبقى فل. هنا هحطها بقى في التلاجة تمسك شوية، او لو عايزة تكوني هتجليها على طول. هنا كنت مسخنة طاسة عليها زيت، حطلها زيت، واول ما سخن نزلت عليها بالفراخ. هنا العيش كان طلع معايا بالشكل ده، اللهم بارك. حطيت بقى فتحته على طول، حطيت في صوص البرجر، وبدأت احط الخس بتاعي. حطي بقى كل اي حاجة انت عايزة تحطي خس. حطيت شريحة طماطماية، وحطيت الفراخ بتاعي. شايفين الفراخ طالع اصفر، كان مقرمش، كان خطير. رجعت حطيت بقى الخصاية تاني، زي ما يكون بنشتريه من بره. عايزة تحطي كاتشب، عايزة تحطي مايونيز، عايزة تحطي اللي انتي عاوزاه. الفراخ كانت حلوة طرية، آه، بتدي كده فيها طعم لذيذ احلى من بره بكتير. العيش بجد لما تجربوه هتدمنوه، مش هتعملوا غيره. شايفين طلع معانا خطير. اتمنى تجربوا الوصفة دي وتقولوا لي رأيكم فيها ايه.